الآخر أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه خيرة الشاطر ومحمد رشاد بيومي إلى جلسة 29 من أكتوبر المقبل، وذلك لعدم حضور المتهمين من محبسهما للظروف الأمنية التي تشهدها البلاد. وهم متهمون بالاشتراك بطريق التحريض أولى جلسات محاكمة تنظيم الإخوان متمثلا في قيادات الجماعة. أمر الإحالة صدر من النيابة العامة ضد محمد بديع المرشد العام ونائبيه خيرة رشاد بيومي، وبقفص خالي من المتهمين بدأت الجلسة التي لم تستمر سوى لدقائق معدودة. النهارده أنا بقدم بتهمة التحريض بالمشاركة وبالمساهمة في القتل المتظاهرين اللي هم جم عند مقري أنا على الفرض الجدلي بصحة هذا الاتهام. هل النهارده اتلغى حق الدفاع الشرعي؟ قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوة لجلسة 29/10/2013 لإحضار المتهمين من إحضارهم وإعلان القضية الثانية اللي فيها 30 متهم. تأجيل نظر الدعوة لجلسة 29/10/2013 لإحضار المتهمين من محبسهم وعلى النيابة إحضارهم وإعلام شهود الإثبات للجلسة المشار إليها. رفعت الجلسة. وبغياب المتهمين جاء قرار التأجيل لجلسة 29 من أكتوبر المقبل على أن يتم حضور المتهمين للجلسة ومواجهة الاتهامات الموجهة بارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين. في الجلسة القادمة المحدد لها 29/10 سيكون أول طلب لينا هو إخلاء سبيل جميع المتهمين قبل إبداء أي دفاع موضوعي في هذه الدعاوى. ويبدو أن الأمر سيظل لشهور داخل أروقة المحاكم، فهي البداية فقط لمحاكمة الإخوان، فما زال الوقت مبكرا لاستعجال إسدال الستار. حماد العربي، التلفزيون المصري. قرر